ده هو تاكرو، موظف كحيان تعبان زهقان من حياته المملة. ما هو مش كل يوم شغل ونوم بس، لا لا لا، الواد نفسه في شوية اكشن ويجرب حاجات جديدة ومختلفة. ووقتها كان بيتفرج على التلفزيون وقاعد في امان الله، وبيتمنى ينتقل لعالم خيالي ويحقق احلامه فيه. وفجأة بدون مقدمات هوب بيلاقي نفسه في مكان غريب، وقصاده واحد بيقول له اهلا بيك في عالم الاحلام، كوكب ماديوس، هخليك تسافر هناك وتحقق كل احلامك مقابل موتك. وبيتضح ان تاكرو مات وروحه هي اللي موجودة حاليا، ولو ما راحش الكوكب ماديوس هيموت بشكل كامل. وبما انه كده ميت وكده ميت، فقرر يسافر لكوكب الاحلام. ومش بس كده، لا، ده الملك هيديله مهارات وقدرات مميزة عشان يعرف يعيش في العالم ده ويستخدم السحر ويكون محترف فيه. فتاكرو بيقول له تمام، وفجأة جسمه بيبدأ يتحلل والواد مرعوب، وعرف ان جه الوقت انه يسافر للكوكب حالا. وفجأة الدنيا بتسود في وشه وبيصحى من تاني في غابة غريبة، ولكنه مش على هيئة الموظف الكحيان، لا، ده بقى طول بعرضه ولابس لبس نضيف وشكله اتغير تماما. ودلوقتي اقدر اقول يا مرحب بك يا تاكرو في كوكب الاحلام ماديوس. وقتها تاكرو بيقوم يستكشف المكان اللي ما فيهوش حاجه غير الاشجار، بس بعد بحث كبير لقى قريه كبيره بعد الغابه. وطبعا بطلنا ولا معاه فلوس ولا يعرف هيعيش فين، فافتكر كلام الملك اللي زود له مهارات الاستكشاف عشان يشتغل بيها، ووظيفته في العالم ده جمع الموارد ويبيعها عشان يكسب فلوس. فبيحاول ينطق سحر الاستكشاف لكن مفيش حاجه حصلت، فبيبدا يكتبها على الارض، وفعلا بيظهر له شويه رموز غريبه في الغابه كلها. والرموز دي هي اماكن الموارد اللي هتجيب له فلوس. ومش بس كده، ده بيظهر له تقرير باي حاجه يلمسها وفايدتها ومن الرتبه كام. وبعد شويه كان جمع كل حاجه في الغابه، واغلبهم كان رخاص وملهمش لازمه ما عدا حجر كده لفت نظره، فبيمسكه وبيعرف انها بيضه النمل وكمان من الرتبه سي. وقتها تاكرو ابتدى يشغل مخه وعرف ان الموارد بانواعها بتظهر له باشكال ورسومات، وكل ما يجمع اكتر كل ما بقى اغنى. المهم بعد ما ملا شنطته بيروح ناحيه القريه، وهناك الحارس بيتصدم لما لقى طويل بزياده وكمان بيجمع الموارد، ودي شغلانه نادره عندهم، فبيرحب بيه وبيدخله القريه. بالفعل تاكرو بيدخل القريه والناس كلها كانت بتبص له باستغراب بسبب طوله، لكنه ما اهتمش ووصل لمحل الموارد وبيعرض على الحاج البيضه اللي معاه، والجدع بيتهبل بيها وبيدفع فيها قد كده، وكمان بياخد منه كل الموارد اللي معاه بسعر كويس. وتاكرو حرفيا هيتشل ومش مصدق ان شويه النباتات دي سعرها غالي كده. وطبعا الحاج اول مره يشوفه في البلده، فتاكرو بيقول له انه رحاله وبيسافر بين البلاد وبيجمع الموارد وبيبيعها. ووقتها الحاج بيعرض عليه انه يروح للجبل الشرقي ويجمع احجار الميصيل، وطبعا تاكرو ما صدق وبيوافق. ووقتها الحاج بيطلع له 360 الف على شويه الموارد دول، وكمان بيقول له المكان هناك صعب ومليان وحوش مخيفه، بس انا واثق فيك يا جامع الموارد. بعد شويه تاكرو لقى له فندق يقعد فيه، وكان هيموت وياخد شاور لان ريحته لا تطاق، لحد ما الباب فتح ودخلت واحده معاها طبق ميه وبتقول له اكيد يا باشا عايز ميه سخنه عشان تمسح جسمك بيها. لكن تاكرو ما جمعش الكلام وقال لها طب فين الحمام، ما عندكوش سخان ولا ايه؟ فالبنت قالت له حمام ايه حمام ده يا باشا، عيب، لازم تكون من الاغنياء عشان تخش الحمام. وطبعا الواد اتصدم على الاخر، بس عرفته ان السحرة بينضفوا نفسهم بالسحر، وبالفعل اخد منها الطبق واداها الفلوس وطردها، وابتدى يفكر في سحر التطهير والتنظيف. وفجأة بيظهر ميه وصابون بينضفوه، الولد بقى بيلمع حرفيا. وتاني يوم بيروح الغابة، وفي اثناء ما كان بيجمع في الموارد فجأة بيلاقي جثة قدامه. الله، جثة كمان، ده انا هشوف ايام سودا. بعدها بيدخل لعم الميت وبيلاقي معاه رسالة من اخته اللي كانت بتتمنى يرجع للبيت بسرعة عشان ابوه المريض. ووقتها تاكرو بيدفن الجثة في الغابة وبيكمل طريقه للجبال. وبعد شوية بيعمل دايرة كده وبيفعل حاجز الحماية، وبياخد دور الشيف وبيطبخ لنفسه لحمة وبيروق على حاله. بعدها بقى بيكمل طريقه لغابة التنانين، ودي بقى مليانة وحوش وكمان مضلمة، وشكل الواد هيتنفخ على الاخر. فبيستخدم سحر الضوء، وهوب لقى عناصر كتيرة بشكل مريب، فبيمسك واحدة منهم واللي ريحتها بتبقى وحشة جدا، فبياخدها وبيكمل جري بسرعة عشان يطلع من الغابة. وما خدش باله من نهاية الجبل، وهوب بيقع لتحت. والواد قطع الخلف ونسي كل الكلمات وقعد يقول الطيران، سحر الطيران اتفعل، هموت. وفعلا بيتفعل في اخر لحظة وبينزل على الارض بسلام. وكمان بيلاقي كمية عناصر يا معلم من العيار التقيل، فطلع الشاكوش وقعد يستخرج فيهم، بس ما لقاش العنصر اللي جاي علشانه. ساعتها بيفعل سحر الاستكشاف
استكشافه بيلاقي العنصر في مكان بعيد، فبيفجر المكان وبيستخرج كام واحدة من الميثيل، وبيكمل بحث لحد ما وصل لكهف تاني. والصدمة لما لقى قصاده بحيرة كبيرة من المية النقية، وطبعا الواد ما صدق وما خدش باله من الوحش اللي صحي من نومه، وبوم المية بتنفجر في وشه، وبيظهر تنين ضخم وبيقول له ازاي تتجرأ وتصحيني يلا. وطبعا تاكرو بيعتذر منه عشان صحى الباشا من نومه، لكن الغريب ان التنين حس بقوة مرعبة طالعة من تاكرو، قوة مخيفة شبه قوة التنانين بالظبط. ساعتها بيطلب منه يساعده وبيقول له انا عايز قوتك عشان اطلع ابني من البيضة، لان المنى السحرية اللي هنا منعاه يخرج، ومقابل ده هديك خام الميثيل السحري. وطبعا تاكرو اول ما بيشوف الخام قصاده بيوافق على طول، والتنين بيرمله البيضة الضخمة وبيقول له استخدم سحرك عليها، وفعلا بيستخدم سحر الانفجار، وفجأة البيضة بيظهر منها نور قوي جدا، والتنين بيضحك بكل هستيرية. والغريب ان تاكرو بيتسحب جوه البيضة وما كانش عارف يسيبها، وحس انه خلاص هيموت، وفجأة بيلاقي نفسه في اعماق البحر، وقصاده الملك اللي بيقول له ليه دخلت نفسك في المشاكل يا صاحبي؟ ازاي تثق في تنين زي ده؟ كان المفروض تهرب او حتى يغمى عليك من الخوف، وبسببك عملت تموجات في الكوكب كله، وعموما استحمل بقى يا معلم. هوب بيصحى من نومه وبيسمع صوت غريب، فبيستخدم سحر الضوء وبيلاقي طفل التنين قصاده وبينط في وشه. وساعتها التنين واللي بالمناسبة اسمه فولت بيقول له سميه على مزاجك يا صاحبي، وبالفعل تاكرو بيسميه بيه، والتنين بيعرفه انه هيكون ابنه من النهارده، هينضم لفريقك وهيلف معاك العالم، ولازم تحميه وتعلمه كل حاجة تعرفها. وبيختفي بعد ما بيظهر له احجار كبيرة من الميثيل، وشكل تاكرو لبس في بيه، فقرر يشغله معاه ويخليه يلم له الاحجار. وبعد شويه بيطلعوا من الكهف اخيرا، وبيقرروا يقعدوا في الغابه تاني يوم. تاكرو بيفتح شنطته واللي كانت مليانه بالميه السحريه بتاعه البحيره، وبيتضح ان التنين ربط شنطه تاكرو بالبحيره عشان الميه مهمه لابنه. وبالليل كده تاكرو بيعمل حاجز سحري، وبالمهارات اللي اكتسبها بيقدر يصنع احجار سحريه بسهوله وبيستخدمها في اي حاجه. وطبعا لازم يطلع روح الشيف اللي جواه وياكل العيل اللي لازق فيه ده وينيمه كمان. وتاني يوم بيكملوا رحلتهم وبيتسلقوا الجبل لحد ما وصلوا للغابة اللي وقع منها امبارح، بس الغريب ان شكلها اتغير وبقت انضف حبتين. ساعتها بيفعل ميست الاستكشاف وبيبدأ يستخرج العناصر لحد ما فجأة لقى بي جاي عليه وهو مرعوب. وقتها تاكرو بيستخدم مهارة الاستكشاف ولقى قصاده علامات كتيرة بتدل ان في وحوش في الغابة، فطبعا بيقرر يستجدع ويحاربهم. لكن هوب بيظهر وراه وحش ضخم بيقطع له الخلف، لكن لما افتكر انه قدر على التنين الضخم مش بيهمه حاجة، بيطلع الحاجز السحري وبيرمي على الوحش شوية أسلحة من الجليد وبيكسحوا على الآخر. بس اوعى وشك يا معلم، ده باقي الوحوش حضرت، بس ابننا مش سهل برضه، ده بيعزز جسمه بالسحر وبضربة واحدة منه بيكسحهم على الأرض. جامد يا ابني والله. المهم بعد ما خلص عليهم بيجمع الجثث في شنطته، بس فجأة النظام بيعرفوا إن عدد الوحوش زادت جدا في المنطقة. هوبا هتعمل إيه يا تاكرو بقى؟ هتقضيها قتالات وأكشن ولا هتطلع من الغابة؟ وقتها بيبي يمسكه من هدومه وبيحاول يرفعه عشان يهربوا من هنا. هوب 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 ده شكله هيعملها ولا ايه؟ وبالفعل بيطيروا في السماء، هو ده بفخر التنانين كلها. بس بعد ما اترفعوا في السماء وكان يا دوب هيتحرك، هوب بيرمي تاكرو من فوق، والواد نزل على الشجر واتمسح بكرامته الارض وهو بيصرخ من الرعب. يا عيني يا ابني، حد برضه يعتمد على بي. لكن بيتضح ان بي وصلهم لاول الغابه بعيد عن الوحوش، فبيكملوا طريقهم للقريه. ولما بي بيشاور على العصايه اللي ماسكها تاكرو عرفوا انها من الرتبه اس ومجرد غصن من شجره مشهوره كده. ساعتها بي بينفخ دخان كتير وبيحول الغصن لعصايه ضخمه، وفجاه بيسمعوا صوت وحشي من الغابه. والغريب ان بي بيجري ورا الصوت، وطبعا تاكرو اضطر يجري وراه عشان يمسكه لحد ما لقى قاعد يلف حوالين الشجره دي. واول لما تاكرو قرب من الشجره اتصدم لما لقى بنت واقعه على الارض ومتبهدله على الاخر. والغريب انها من عشيره الالف، والصوت الغريب جاي من معدتها عشان ما كلتش من 3 ايام. فتاكرو بيطلع لها ميه عشان تبل ريقها، والبنت شربت الازازه على بق واحد، وكمان اداها سندوتش وروق عليها. بعدها البنت بتشكره وبتجري بسرعه من قصاده، لكنه ما اهتمش وابتدى يجمع العناصر من تاني. وفي اثناء طريقه للخروج من الغابه بيلاقي عربيه بتقرب عليهم، والسواق استغرب وجوده، فلما عرف انه جامع للموارد قرر ياخده للقريه بنفسه. وبالفعل بيركب مع عيال الحاج ومراته، وبيتضح انهم دايما متعودين يساعدوا الناس اللي تايهه على الطريق. وطبعا تاكرو استغرب وقال لهم طب افرض انا حرامي، فعرفوني معاهم جرس سحري لو الشخص خطير او
ومؤذي بيطلع صوت. وبينما هما بيتعرفوا على بعض، بيلي مستخبي في هدوم تاكرو قاعد يصوت عشان يطلع يرخم عليهم. وفعلا تاكرو بيطلعوا العيال بتحبه جدا، على عكس الاهل اللي اتصدموا ان معاه تنين، خاصة ان اي حد معاه تنين بيكون اسمه فارس التنانين، ودي شخصيات نادرة جدا في القرية. بالليل بقى بيخيموا على الطريق، وكالعادة تاكرو بيطلع الاحجار السحرية اللي بتعمل حاجز الحماية، بيعمل لهم كمان اكلته المفضلة، والكل مصدوم من جمدانه ومن حلاوة اكله. ابننا شيف برضه مفيش كلام، وبيقضوا اليوم مع بعض، والكل كان مبسوط حتى بيه. وتاني يوم بيجهزوا حاجتهم، وتاكرو قرر يسوق بنفسه لحد ما وصلوا اخيرا للقرية، وسابوا تاكرو على البوابة ومشوا بعد السلامات والاحضان. المهم تاكرو بيروح للتاجر وبيوري له الحاجات اللي جمعها، ومن ضمن الحاجات دي حجر اسمه مايصل السحري، وتاكرو حطه وسط باقي الحاجات عشان يشوف هيتقفش ولا لا. وبالفعل التاجر قفشه وعرفه ان ده حجر جامد ومن اغلى الخامات السحرية. تاكرو طبعا اتصدم ان الحجر بالاهمية دي كلها، وساعتها التاجر قعد يشكر فيه وبيقول له انت مكانك مش هنا يا صاحبي، واحد زيك لازم يكون في مدينة بلكان، ودي مدينة كبيرة فيها نقابة المغامرين وكل حاجة ممكن تحتاجها، وكمان هيشتروا منك العناصر بأسعار أغلى. وبالفعل تاكرو بيرجع أوضته وبيبدأ يبحث في الكتب عن نقابة المغامرين وبيعرف كل حاجة عنها. بس قبل ما يمشي قرر يقضي يوم لطيف مع أهل القرية. وبالفعل تاني يوم الكل كان معزوم ومبسوطين على الآخر مع تاكرو وبيه. وبيقابل بعدها صاحبة مطعم بتديله أكل كتير عشان ياكلهم في رحلته. ولما رجع لبيته كان ماسك الحجر واللي طبعا التاجر ما قدرش يشتريه، فتاكرو بيقرر يفيد أهل القرية ودمج الحجر مع الفانوس وعمل أداة سحرية. وفي الصباح القرية كلهم بيتجمعوا عشان يودعوه، وتاكرو بيطلع الفانوس وبيديه للحارس وبيقول له دي أداة سحرية هتمنع أي حد شرير من دخول القرية، وكمان حاجز سحري من الوحوش والشياطين. لكن التاجر مسك الفانوس بصدمة وقال له أكيد ما عملتش اللي في بالي صح؟ وبيفتح الفانوس واتصدم لما لقى الحجر جواه. لكن تاكرو جري بسرعة قبل ما يتهزق وقال لهم أشوفكم على خير، هرجع لكم تاني. فيا ترى تاكرو هيعمل إيه في مدينة بلكان؟ بيكمل طريقه في الغابة لحد ما لقى سلطعون ضخم في وشه، والغريب انه مش مؤذي بس منظره الضخم مخوف الناس منه، لو كمان ينفع يتاكل، وطبعا طالما فيها اكل يتقطع يا باشا. لكن فجأة بيه بيطير في السما وبيبدأ يصرخ وصوته بيقتل الوحش. لكن هوب اتنين كمان بيجوا على الصوت وكانوا هينقضوا على تاكرو لولا بيه اللي سحبوا بسرعة وخبطوا في بعض. وبالليل بيبدأ يقطع فيهم بايديه اللي كانت شبه السكينة، وبيبدأ فقرة الشيف تاكرو وبياكل هو والتنين المجنون بتاعه. وتاني يوم بيوصلوا لبوابة المدينة وكان في ناس كتير واقفين وبيتفتشوا، فتاكرو بيقف في الطابور وبيخفي الحاجات اللي جوه شنطته عشان تبان شنطة عادية، وحتى بيه بيخبيه في هدومه. بيدخل بعدها اوضة التفتيش ولما لقوا حاجات كتيرة عرفوا انه جامع موارد وجاي يبيعها، لكن الحارس ما اهتمش وعرفوا ان عصايته السحرية هتعرف اذا كان نصاب ولا لا. وبالفعل رحلة التفتيش بتخلص على خير، ولكن تاكرو عنده فضول يعرف ايه اللي بيظهر للناس لما يفتشوه. وفعلا بمهارة الفحص لقى ان اسمه بيكون تاكرو وملهوش رتبة وسنه 19 سنة وعنده شوية مهارات بسيطة ومن ضمنهم بركة التنين. وبيتضح ان كل المهارات اللي اداها له الملك مش باينة للناس. وقتها الحارس بيخلص تفتيش وبيسأله ايه بركة التنين دي، فتاكرو بيظهر بيه وبيقول له عشان معاه يداه. فالحارس بيطلب منه يعلمه بأي حاجة مميزة عشان لو تاه يعرف يلاقيه. وفعلا تاكرو بيطلع أسورة وبيلبسها له في ديله. بعدها بياخد شنطته وبيدخل للمدينة، وهناك كانت المدينة زحمة جدا عن القرية وفيها ناس اشكال والوان. المهم بيوصل للنقابة، واول لما دخل اتصدم من الجمدان يا معلم، مش بس بشر لا ده كل الاصناف موجودة حرفيا. وقتها موظفة الاستقبال بترحب بيه وبتعرفه ان اسمها ارينا، بتديله الاستمارة عشان يملاها وبتسأله اذا كان عنده مهارات قتالية. وطبعا عرفها انه قتله كام وحش في السكة، بس الولية عايزة دليل فبيطلع لها السلطعون بنفسه على الترابيزة. وقتها البنت طلعت تجري وهي بتصرخ، والكل بصوا لتاكرو باستغراب، وكان فيهم دب ضخم بيعمل فحص لتاكرو ويتأكد انه مش شرير ومن اللون الازرق. وبيتضح ان عندهم اداة اسمها افاروس، ودي بتعمل فحص لاي شخص وبتبين نواياه، والازرق معناه انه شخص نقي وكويس. وطبعا الكل مصدومين من وجوده هو والتنين اللي معاه، واغلبهم كانوا عايزينه في فريقهم. ساعتها البنت بتاخد اوضه تانية وبتكمل الاجراءات وبتطلع اسوره وبتقول له بما انك لسه جديد هتبدا من اقل رتبه، الرتبه اف، وكل لما تكسب مهارات اكتر رتبتك هتزيد. وبالفعل تاني يوم
بتدخل ارينا على تاكيرو ومعاها شويه ورق، وبتعرفه ان في ناس كتيره طالباه في شغل ومهمات، فبيقبل شويه منهم. وبيعدي حوالي شهر على وجوده في المدينه، وفي احدى الليالي تاكيرو بيلاقي حمام نضيف وبيستجم على الاخر، لحد ما قابل واحد اسمه كلاي وبيقول له سمعت انك بتستخدم سحر الشفاء ببلاش. وبيتضح ان تاكيرو شاف والد الحارس ده ومرضاش ياخد فلوس، وده اللي خلاه مشهور اكتر وسط الناس. بعد فتره بيقعد مع المدير اللي بيديله فلوس مهمته الجديده، وبيقول له انت لسه رافض نرفع رتبتك، انت المفروض تترقى للرتبه ايه. لكن تاكيرو ما كانش عايز يلفت الانظار اكتر من كده، وان الرتبه اف احسن له بكتير من الشهره والترقيه بدل ما يتقفش ويروح في داهيه. وفجاه الحارس بيفتح الباب وبيعرفهم ان الوحوش هجمت على المدينه، وفي لحظه المغامرين الاقوياء بيتجمعوا والقائد بيقول لهم اي مغامر او معالج او ساحر من الرتبه دي او اعلى يحضر فورا. تاكيرو كان عايز يخلع بس القائد قفشه وبيقول له هتيجي معانا يا معلم. وبعد شويه بيقف قصادهم وبيقول لهم وحوش الجوبلين في طريقها للمدينه، مهمتنا منعوهم انهم يعدوا الجسر وما يوصلوش للمدينه باي شكل ممكن. وطبعا الكل متحمس ما عدا تاكيرو اللي عايز يهرب من الليله دي كلها. وبعد ما القائد خلص كلامه في اتنين بيتجمعوا على تاكيرو وكانوا بيتريقوا عليه وفاكرينه ضعيف وكحيان، على عكس القائد اللي بيقول له المدير صدعني بكلامه عنك وانا اصلا شاكك فيك، فلما نشوف هتعمل النهارده يا باشا. وبيسيبه وبيمشي. وساعتها بتقف قصاده كزمه اسمها ميوزلي واللي بتعرف تستخدم سحر الشفاء. المهم بعد شويه تاكيرو وميوزلي كانوا في اخر الغابه وعاملين معسكر لمعالجه الجرحى والمصابين، لكن ميوزلي اعصابها كانت سايبه ومرعوبه من كل حاجه، فتاكيرو بيهديها وبيعرفها انهم في الصفوف الخلفيه، يعني حتى مش هيتواجهوا مع العدو، وان كل مهمتهم يشفوا المصابين بس مش اكتر. بعدها بيقعد مع كلاي وبينصحه هو كمان، ما هو بقى شغال مصلح اجتماعي النهارده. المهم بقى يا صاحبي كلاي ده حكايته حكايه، في جرح كبير على ظهره، ومن النظره الاولى تفتكره كان بيهرب واتصاب، لكن في الحقيقه كان بيحمي صاحبه من الموت واتصاب مكانه. وفي اثناء ما هم بيرغوا بوم صوت انفجار قوي والدخان جاي من بعيد. كلاي بيتفزع وبيقول جيشنا شكله اتهزم وجايين علينا، بيسحب سلاحه وبيجري ناحيه العدو. تاكيرو مش عارف يتصرف لكن بيفتكر وعده للقائد انه يحمي العيال دول، فبيسحب عصايته وبيفعل جدار سحري حوالين المكان وبيتحرك بعدها ناحيه العدو. بعد شويه بيوصل للجيش اللي كانوا منفوخين ومهزومين والشياطين اتخطوهم ورايحين ناحيه المدينه، لولا تاكيرو اللي ظهر قصادهم وبضربه منه بيطيرهم واحد ورا التاني. بيه هو كمان بيطلع طاقه مرعبه من جسمه بتكهربهم كلهم وبيخلص على كل الوحوش اللي في المكان. بعدها بيتكلم مع صحابه في النقابه وعرف ان في وحش مستواه عالي جدا هو اللي بهدل الدنيا كده، واغلب الجنود ماتوا لولا ظهور كلاي لانه هو اللي خلاهم يعرفوا يهربوا وبيقتلوا لوحده. وبالفعل كلاي كان نازل ضرب فيهم ومش راحم حد منهم، لكن للاسف الكتره بتغلب الشجاعه وكانوا هينفخوه لولا تاكيرو اللي كهرب الشياطين وبعدهم عنه وبيقول له يلا نهرب من هنا بسرعه. لكن كلاي رفض يتحرك لانه لو خسر دلوقتي الشياطين هيسيطروا على المدينه ويحتلوها. وهوب بيظهر الوحش الضخم اللي فيهم ومعاه باقي الجيش، وكلاي كان عايز تاكيرو يهرب قبل ما يقتلوه، لكن تاكيرو كان بيقاتل وهو بيقول له هي العلامات اللي في ظهرك دي هي سبب ضعفك مش كده، طب ايه رايك نشيلها للابد. فعلا بيكهرب الشياطين وبيجمدهم مكانهم، وتاكيرو بيرمي له العصايه وبيطلع ميه سحريه من شنطته وبيرميها على كلاي، وبيمسك العصايه من تاني وبيستخدم مهارته السحريه على كلاي اللي وقع على الارض من الالم. وبالفعل العلامات بتتشال من جسمه، ومش بس كده ده قوته الاصليه بترجع له وبيتحول لوحش مرعب وقوي. وهوب بيهجم على شياطين وما كانش راحم حد فيهم، وبضربه منهم بيكسحهم وبيقطعهم حرفيا. وبعد شويه كان خلص عليهم كلهم وهو بيضحك بسعاده. والغريب ان قائد الجيش كان فاكر يظهر دلوقتي وبيسال تاكيرو ازاي رجع قوه كلاي بالشكل ده. وطبعا تاكيرو اترعب وبيقول له مش انا يا باشا، ده التنين بتاعي مكشوف عنه الحجاب مش اكتر، ما تنساش اني مجرد مغامر من الرتبه اف. بس القائد شك فيه لكنه مش بيهتم وبيعرفه ان النقابه هتكافئه على مساعدته. وفي المساء تاكيرو كان في اوضته وكلاي واقف قصاده حلف ما يتحرك غير لما يفهم اللي حصل، فتاكيرو عرفه ان الميه السحريه بتاع التنين ضخم كده هي السبب، وان التنين ده والد بيه والبحيره بتاعته مرتبطه بشنطتي. بس كلاي كان مستغرب من قوه تاكيرو واستخدامه للسحر بالسهوله دي، وطبعا تاكيرو مش عايز يفضح نفسه خاصه انه مش ناوي يطول هنا، فكلاي بيزعل وكان هيمشي لولا تاكيرو اللي اتكلم في اخر لحظه وعرفه انه من عالم تاني ومات في العالم بتاعه وروحه انتقلت للجسم ده. الله ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده، مت ازاي وانت عايش قصادي اهو. وطبعا كلاي كان هيتجنن ومش قادر يصدقه، بس طالما انت شافت جروح اللي استمرت لسنين وحولتني الوحش قوي فالاكيد انك مش كذاب. وبنعرف ان كلاي في الاساس من جنس السحالي، وبسبب تاكيرو اخد شكل التنانين، لكنه كان متعصب من تهور تاكيرو وبيقول له شكلي كده هنفخك قدام يا صاحبي.
تاني يوم تاكرو بيروح لمكان متخصص في الأسلحة وبيقرر يشتري سلاح كويس. بيقابل واحدة من اللي شغالين وبيسألها إذا كان عندهم مقصات كويسة، لكن البنت عرفته إن عندهم أسلحة أحسن من المقصات لجمع الموارد، لكن المعلم بتاعي لازم تعمل له خدمة عشان يبيع لك. وبالفعل تاكرو بيوافق وبيروح يقابل المعلم اللي بيبص له بقرف وما كانش طايقه وشايفه حتة عيل عامل ضجة على الفاضي. لكن البنت بتقول له ده جامع الموارد المشهور وممكن يساعدنا ويجيب لنا الخام لصناعة السيف الأسطوري. وقتها الحاج بيرفض تماما، خاصة ان المكان اللي فيه المادة دي خطير ومليان وحوش وشياطين، يعني الواد لو راح هناك هيرجع لنا جثة. والاتنين قعدوا يتخانقوا لكنه رفض انه يغامر بحياة تاكرو ويتسبب في موته. وقتها البنت بتتأثر من كلامه وبتعتذر لتاكرو، لكن الغريب ان تاكرو وافق انه يروح مقابل ان الحاج يعمل له مقصات خاصة وما تكونش مع حد غيره. وبيطلع له جزء من السلطعون وبيقول له انا قديم يا حاج في الشغلانة دي فما تقلقش عليا. تاني يوم بيركب العربة وبيتحرك ناحية المنجم، والطريق بيكون طويل ولازم يعدي على عشيرة الإلف الأول. وبالفعل العربة بتقف في سوق الخيول، وهناك سمع صوت واحدة بتتخانق عشان كانت طالبة حصان أبيض بيطير، والجدع جاب لها دب ضخم ما بيتحركش من مكانه. فالراجل بيعرفها إن أي حاجة بتتشال عليها البضايع عندهم اسمها حصان، فلو عايزة واحد بيطير تروح لمدينة الأقزام. وبالفعل بتتحرك لهناك، وبالصدفة تاكرو هيعدي على المكان ده برضه. بيجمع له شوية مكونات في الطريق، وكالعادة سمع صوت معدة البنت اللي جاي من آخر الغابة، فبيروح يديها اكل وميه بما انها دايما جعانه، وبنعرف ان اسمها بيرو. وبما ان تاكرو كان جدع معاها فبتقرر ترد له الجميل وتساعده في شغله. وبالفعل بيبداوا يجمعوا الموارد لحد ما الوقت بيتاخر ولازم يخيموا لبكره. وقتها بيرو راحت تجيب له جذع شجره وهوب قطعته طرنشات بسلاحها المميز. وكالعاده الشيف تاكرو بيشتغل وطعم اكله كان جامد. وفي وسط الكلام عرفته انها هتروح لقريه الاقزام عشان تجيب الحصان اللي بيطير لاختها. وبما انهم رايحين لنفس المكان فتاكرو بيقولها ايه رايك تكون الحارسه الشخصيه بتاعتي؟ وطبعا البنت بتوافق، ده بيعمل اكلات جامده يا عم انت. وبالليل بتنام هي وبيه، وصوت شخيرهم مسمع في الغابه كلها. وتاكرو يا عيني معرفش ينام منهم وصحي عنده هالات سودا وبقى شبه الزومبي. المهم بقى بيدخلوا قريه كده قريبه من قريه الاقزام وبيروحوا يتغدوا في مطعم. وبيرو بتقول لتاكرو صاحب السحليه هو اللي قال لي على المطعم ده، واعتقد انت كمان قابلته، ما هو مستقر حاليا في بلكان. هوب هوب كلاي بيعمل ايه هنا يا جدعان؟ لو كمان شكله هينفخ تاكرو عشان سافر من غير ما يقول له. وبيتضح ان هو صاحب بيرو اللي بتتكلم عنه. بعدها بيقعدوا سوا وكلاي بيتعصب لما بيعرف انه هيروح للمكان الخطير ده، خاصة ان حتى الرتب اللي اعلى منه بيرفضوا المهمات دي. لكن تاكرو ما اهتمش وكان عايز المهمة دي عشان المقاصات اللي هتتعمل له مخصوص، ومين عارف يمكن يعمل له كمان حلة غالية للطبخ، ما هو حداد محترف بقى. ووقتها كلاي بيقرر يجي معاهم، خاصة ان هو كمان رايح لمكان في قلعة الاقزام يصلح اسلحته. وقتها بيرو بتقول له انت كمان هتبقى الحارس الشخصي لتاكرو. يا سلام، فتخيل يا صديقي الفرقه دي هتعمل ايه في الوحوش، ده هيموتوهم من الضحك حرفيا. سحليه عجوزه والفيه جعانه 24 ساعه. المهم تاني يوم بيقفوا قصاد بوابه القلعه، وكان في طابور طويل لولا معارف كلاي اللي دخلوه اول لما شافوه في المكان. والحارس بينزل معاهم لكهف ضخم وبيعرفوهم ان المدينه مبنيه داخل الكهف ده، لان تخصص المواطنين هنا التعدين واستخراج الحديد من الارض. بعدها الحارس بيعرف كلاي ان الملك عايز يقابله. هوبا الملك مره واحده، وبيتضح ان كلاي هو اللي انقذ المدينه من الانهيار بسبب هجوم ملك الرعد عليهم. وبنعرف ان من زمان والاقزام اساتذه في الحداده لكنهم ما بيعرفوش يستخدموا الاسلحه. وفي يوم من الايام الملك كان هيحتل المدينه، لكن لما شاف كلاي في المكان هرب بسرعه. ومن يومها هم عاملين تمثال عشان يفتكروا اليوم ده كويس، وكمان راسمين سحليه ضخمه وكاتبين عليها البطل كلاي. المهم بيدخلوا للملك واللي كان راجل زي العسل ومرحب بيهم. وقتها تاكرو بيطلع له رساله وبيديها له، واللي مكتوب فيها اذن دخول تاكرو للمنجم. ووقتها الملك بيرفض وبيعرفهم ان المكان ده خطير جدا، لكن كلاي قال له ما تقلقش يا باشا انا معاهم، وكمان بيرو دي محاربه 100%. فبيوافق وبيقول لهم خلصونا من الشياطين يا ابطال. هوبا شياطين ايه يا عم انت؟ انا عايز الم الخام وامشي بس مش اكتر. لكن محدش اهتم براي تاكرو، والحارس بياخدهم لحد مكان المنجم واللي كان ضلمه جدا، بس تاكرو بينوروا بالسحر بتاعه وكان معاهم خريطه للمكان. وبيبدا يبحث عن الخام، والغريب ان اشارته ضعيفه في المكان ده. وهو بيسمع صوت وحش مرعب في المكان، فتاكرو بيستخدم خاصيه الاستكشاف ولان في وحوش بتقرب منهم، وفجاه بيظهروا قصادهم والكل بيستعد للقتال، خاصه ان الوحوش ضخمه وشكلهم هيشوفوا ايام سودا في المنجم المرعب ده.
فهوب هوب هوب شكلنا داخلين على احداث النار. فيا ترى ايه اللي هيحصل لهم في مخبأ الشياطين ده؟ هيعرفوا يقتلوهم ولا هيتعلم عليهم ويرجعوا مكسحين؟ اهو ده اللي هنشوفه في الجزء القادم من ملخصنا. فما تنساش تقول لنا رايك في الحكايه وتخبط اللايك والاشتراك المتين عشان يوصلك كل جديد. ودمتم في امان الله.